السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. أولا أتشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. بداية نتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، سائلين علي القدير أن يلبسه ثوب الصحة والعافية. قبل الخوض في موضوع المساءلة الشهرية لا بد من التأكيد على أن التحولات الجيوستراتيجية التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط تفرض علينا تعبئة الرأي العام الدولي المحب للسلام والعدالة والحرية. كما نؤكد على ذلك في الفريق في حزب اتحاد الشرق القوات الشعبية الذي ظل يدافع عن ذلك من باب الانحياز الكامل والمتجرد لقضية فلسطين باعتبارها قضية وطنية، ونؤكد أهمية جعل القضية حصريا بين يدي أصحابها في فلسطين ودعم صمودهم وعدالتهم وتقوية الخيار الدبلوماسي العقلاني لإرساء حل الدولتين. من جهة أخرى نثمن ترحيب المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر الماضي للقرار 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه ب 12 صوت وامتناع صوتين وعدم مشاركة الجزائر التي تتأكد عزلتها يوم بعد يوم. ويأتي هذا القرار في سياق الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة المغربية الصحراء ومدارة الحكم الذاتي المغربي من أجل التأكيد على أن الحل السياسي الواقعي المتوافق عليه هو الخيار الوحيد والأوحد لإنهاء النزاع المفتعل. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نثمن تصويت المملكة المغربية لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أساسية في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي لبلادنا. السيد رئيس الحكومة المحترم، لقد استمعنا بتمعن لعرضكم الذي كما العادة تغلب عليه لغة الأرقام والمعدلات والنسب المئوية، يفتقد إلى المصداقية، الأثر الإيجابي الواقعي والإقناع. كان يجب عليكم السيد رئيس الحكومة أن يتضمن عرضكم توزيع البنيات الأساسية التحتية بمختلف أنواعها حسب الجهات للوقوف على التفاوتات الكبيرة بين الجهات والأقاليم والمدن والقرى. بلادنا مقبلة تنظيم استحقاقات رياضية مهمة وكبيرة وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتنزيل على أرض الواقع، حيث كان يجب عليكم أولا الاطلاع على الملاحظات الجابهة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال. ثانيا عدم وجود رؤية ومخطط وطني لتأهيل البنيات التحتية المختلفة مع باقي المخططات الإقليمية والجهوية والوطنية، ونستحضر غياب الالتقائية بين البرامج الحكومية وبرامج المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية خاصة وأنكم أنكم تدبرون المجال الترابي، لكن للأسف لم يلمس المواطن والمواطنة هذا التجانس الذي تستغنون به بين مكونات الحكومة، حكومة متجانسة على مستوى المركز ولكنكم على المستوى الترابي ليس هناك تجانس. السيد رئيس الحكومة أشرتم إلى إحداث مراكز صحية 400 مركز صحي، ولكن شو الفائدة من مركز صحي إذا ما كانش هناك طبيب؟ اليوم المرضى في العالم القروي خصو يمرض برا 15 يوم إلى بغى أنه يتعالج. للأسف تتوفرون على برامج استدامة وصيانة المنشآت الفنية والتجهيزات العمومية بما فيها التي تحدثها الجماعات الترابية، حيث تبقى سياسة ترقيع تلازم هذه المشاريع لأنكم تعتمدون على معيار الأقل تكلفة في الصفقات العمومية الخاصة بالبنية التحتية، حال الطريق الإقليمي 1903 الرابط بين قلميم المارم جامعة من فاس مستي تنقرفة أملوت يغزى بقليم سيدي إفني لأصبح طريق الموت. إهمالكم لشرط الجودة لربح الزمن التنموي وتجويد مختلف الخدمات الخاصة بالبنيات التحتية للحد من خواطر حوادث السير. ولهذا كلما انتهينا المشروع غير مكتمل إلا وجدنا إشارة على الطريق، نعتذر عن الإزعاج الناتج عن الأشغال. شكرا على تفهمكم التي أصبحت إشارة يعني عادة في طرق ديالنا. حال طريق السيارة بين مراكش وأكادير وسياسة الترقيع مستمرة على طول السنة. المشروع الملكي الكبير تيزنيت الداخلة الذي أراد جلالته من إحداثه خلق دينامية اقتصاد بالجهات الجنوبية، لكن للأسف بالرغم أن حديث العهد كان تشوب عدة خروقات. نعطيك مثال
المدار الحضري رابط بين طنطان والوطيه اصبح مدار الموت. وزاره التجهيز لم تكلف نفسها الا انها تجيب اكياس من الرمال وتكبهم حدا المدار، وهذا هو الاصلاح بدون محاسبه المسؤول عن الصفقه. المشكل الاساسي في مشاريع البنيه التحتيه عنده 3 ابعاد. اولا غياب معيار العداله الترابيه والمجاليه، كنلقاو نفق في رباطه وطنجه ينجز في اقل من شهر، في حين كنلقاو قنطره حيويه في الهامش، طنطان إفني زاكوره وغير المناطق الهامشيه خصو سنوات وعقود باش تنجز. زمن الانجاز لا يتم احترام مده المحدده للانجاز واحترام ما جاء في التحملات. كذلك التكلفه تكون مرتفعه. طاقة في مجال الطاقة، السيد رئيس الحكومة هناك تأخر غير مفهوم في تحديث وتقوية الشبكة الوطنية لنقل توزيع الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المتعلقة بتخزين المواد الطاقية مع ضعف المخزون. بنية الاستقبال الفندقية، السيد الرئيس لم تشيروا إلى جرد خاص لأهم الوحدات الفندقية لاستقبال 26 مليون سائح في أفق 2030. للأسف كذلك تكتبوا التقارير المؤسسات الدستورية المستقلة كأن كل شيء أنتم صادقين والتقارير بدون مصداقيه. السيد رئيس الحكومه، واش هذا هو المعقول؟ واش هذا هو تستاهلوا ما احسن؟ بالنسبه للمطارات، مطار طنطان راه مازال في حاله يرثى لها. كذلك سيدي إفني كنتظروا بناء واحد المطار بسيدي إفني ما كاينش. كذلك في السماره، المواني كذلك. حشومه نكونوا في دوله في حكومه ديال الكفاءات ورجال الاعمال، وعندنا واحد الميناء وميناء طنطان هو الذاكره، وكيتم استعمال صهاريج بلاستيكيه ما فيه لا قانون الصرف الصحي، ما فيه لا الماء. السيد رئيس الحكومه، المغاربه ما نقصهمش التربيه ولا اعاده التربيه، المغاربه نقصهم المعقول، وبغاو المعقول والجديه والانصات والاستماع عليهم، ليس في فتره الانتخابات فقط ولكن تسمعوا لهم على طول وانتم في الحكومه. السيد الوزير، المغاربه بغاو تنزيل وتفعيل التوجيهات الملكيه الساميه على ارض الواقع. المغاربه كيقول لكم واش 18 شهر كافي تنزيل الوعود ديالكم ومشاريعكم الكبيره، لان الشعب المغربي السيد رئيس الحكومه يستحق تنزيل المشاريع الملكيه الكبرى والتعلق الحقيقي بجلاله الملك. لا تجسدوا الخطب والوعود والبؤط في التنزيل، بل سرعه واعيه وواقعيه لتنزيل مشاريع الملك الكبرى، لان المشاريع الملكيه كتمشي بسرعه التي جي في، وانتم مشاريعكم وبرامجكم كتمشي ببطء وبسرعه السلحفاه. وشكرا.